جدتي الله يرحمها كانت بتعمل لنا كيكة برتقال خطيرة جدا لغاية دلوقتي. بفتكر لما كنت برجع من المدرسة وتبقى ريحتها في الفرن، كانت الريحة بتبقى معبية البيت كله. كان ليها تكاتها هعملها معاكم. هي كيكة بسيطة جدا بتاعة الجدات، طريقة أبسط كتير من الطرق الموجودة دلوقتي على النت. هما دول 3 بيضات بنضربهم كويس بمضرب البيض، وهي حبيبتي الله يرحمها كانت بتضربهم في الخلاط لغاية ما يخش فيهم هوا، وبعدين بزود كوباية سكر، وممكن الكيكة دي تشيل لغاية كوباية وتلت، بس احنا بنفضل السكر يكون قليل شوية. وبضربهم تاني. هي كده اتضربت تقريبا لمدة 3 دقايق عشان تاخد الفوم العالي ده. هي حبيبتي كانت بتحط قشطة بدل السمنة او الزبدة. دي كوباية قشطة كاملة. جربوها بالقشطة، بالقشطة بتبقى احلى وانعم كتير كتير كتير. دي كانت طريقتها هي الخاصة. اعتقد الناس القدام عشان كانوا بيغلوا لبن وبيحوشوا قشطة كتير، فكان دايما بيبقى موجود قشطة في البيت. هي كانت بتحب تستخدمها في الكيك، وفعلا كان بيبقى فيه فرق كبير جدا بين الكيك اللي بالزبدة والكيك اللي بالقشطة. دلوقتي هنعمل المكونات الجافة لوحدها. بنخلط كوبايتين دقيق، وباكو بيكنج باودر كامل، ونص معلقة ملح. هقلبهم كويس، وبعدين بحط عليهم بشر برتقانة كاملة، وممكن بشر برتقانتين، يعني من برتقانة لبرتقانتين. وبعدين بحط الخليط اللي هو البيض مع الدقيق، وبقلب كويس المكونات الجافة مع المكونات التانية. وتأكد ان الدقيق اختلط كويس، وبعدين بجيب البرتقال اللي انا بشرتها وبعصر المية اللي فيها فوق الكيك بتاعي، فوق العجينة بتاعتي. احنا هنا ممكن نزود تلت كوباية لبن كمان، بس انا ما زودتش. بس اللي حابب الكيكة تبقى قطرة ممكن يحط تلت كوباية لبن. بس في الحالة دي في احتمال انها تبقى طرية قوي لدرجة ان اثناء التقطيع تبقى بتتفتفت، بس برضو في نفس الوقت بتبقى طرية وبتبقى حلوة جدا. انا ما زودتش، انا بحبها تبقى متماسكة قوي وقت التقطيع. بجيب قالب كيك. الله يرحمها هي كانت بتحب تعملها في صواني مستطيلة، يعني دايما نفتكر زمان كانوا بيحبوا يعملوا بيكنج الكيك في صواني مستطيلة. بس انا بعملها في قالب كيك اللي هو بتاع الانجليش كيك العادي. بحط ورق زبدة، وزيادة تأكيد بدهنه برضو بالزيت عشان ما يلزقش فيه، يعني زيادة احتياط. بحط العجينة بتاعتي، وبكون مسخنة الفرن قبل الخطوة دي بربع ساعة على الأقل على درجة حرارة متوسطة، وببقى فاتحة المروحة لو الفرن بتاعنا فيه مروحة. بحاول أسوي العجينة قد ما أقدر وبدخلها الفرن. أنا خدت مني 25 دقيقة. لما طلعت دي خطوة زيادة شوية بزوقها بسكر بودرة عشان تدي شكل كده على الوش بيعجب بنتي. وببدأ اقطعها ترانشات واخزنها، بس بعد ما بتبقى بردت خالص. لو قطعناها وهي سخنة هتنهار مننا. دي كده الكيكة بتاعتنا، وكده هي خلصت، وألف هنا.